اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا ريت لو أول مرة تشوفوا القناة تنزلوا تشتركوا من الزر الأحمر تحت الفيديو، تفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليا. ويا ريت يعني تشيروا لي الفيديو، تسيبوا لي كومنت حلو وما تنسوش تحطوا لي اللايك عشان انتوا كل مرة بتسمعوا الفيديو بس ما بتحطوش اللايك أو بتنسوا يعني. النهارده هنعمل إيه، هنعمل روتين خفيف كده في الأوضة الجديدة. أنا من ساعة ما فرشتها معاكم ما عملتش فيها أي حاجة خالص، يعني ما دخلتهاش، ما عملتش فيها حاجة، ما غيّرتش فرشها كده يعني. هنا ما فيش حد، يعني ما فيش حد هنا بينام على السرير، بس وقت ما بنبقى قاعدين مثلًا، الولاد قاعدين في الأوضة بتاع، فبيبقوا قاعدين، بس السرير ما بيتبهدلش والفرشة ما بتتبهدلش عشان ما حدش بينام عليها وكده. بس أنا بقى لي كتير يعني فارشة الأوضة، فهي يعني اتطرّبت بس كده، فقُلت أدخل أنضّفها معاكم، أغيّر الفرش بتاعها. وبعدين أنا شِلت السجادة بتاعتها طلّعتها برّه، حطيتها على البلكونة، نفّضتها تنفيضتين كده لإن هي سجادة من اللي هو الشاك ده، فما باقدرش إن أنا أتحكّم فيه يعني بالمقَش وكده، اللي عايز مكنسة كهربا أو إن أنتِ تنفّضيها، وحتى كمان مكنسة الكهربا ما يعني ما بتبقاش حلوة فيها كمان. دي حلّها بقى إن هي أنتِ بتحطّيها في على البلكونة وتنفّضيها، هي ما بتنضفش غير بكده. وشِلت بقى الفرش اللي كان على السرير وهاغيّره وهنكنس بس الأوضة، هنمسح السيراميك، هنلمّع الفرش، يعني حاجات بسيطة كده. زي ما قُلت لكم إن الأوضة دي ما فيهاش حاجة يعني ما بندخلهاش كتير، بسبب إن كمان الشاشة اللي في الأوضة هنا يعني بايظة وكده، فلو صلّحناها بجد الأوضة دي حلوة أوي وصغيّرة صغيّرة كده وهتبقى حلوة أوي في الشتا. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله يعني حتى لو يعني صلّحنا الشاشة دي بحيث إن إحنا ما نفضلش قاعدين برّه كتير على الرُكنة وهناك يعني على الرُكنة وكده قدّام الشاشة الكبيرة، لإن الرُكنة اتبهدلت حرفيًا من ولادي، اتبهدلت. فالأوضة دي هتبقى حلوة جدًا في الشتا، يعني صغيّرة كده ودافية يعني. هنا كده شِلت الفرش اللي كان عليها، أنا كنت شايلاه قبل التصوير على فكرة، ما كنتش ناوية أصوّر، بس قُلت إن أنا ما صوّرتش معاكم الأوضة من زمان من بعد آخر فيديو عملته لكم فيها ساعة ما جات، فقُلت لازم أصوّر معاكم فيها بالمرّة يعني، ما دام أنا باعمل فيها روتين فأصوّرها معاكم. وكمان في ناس بتزعل أوي لمّا أنا بانزّل يعني روتين كل 3 أيام، كل يومين، أنتِ فين، أنتِ فين؟ فيا جماعة التصوير صعب والمونتاج صعب وحاجات كتيرة جدًا صعبة، إن أنا أشغّل مثلًا الكاميرا وأقعد أصوّر كده وأضبط الزاوية الناحية دي والزاوية الناحية دي وأقعد أحرّك في الكاميرا، يعني مثلًا شغل بيتِك ممكن تعملي البيت كلّه والله العظيم ما يكمّلش معاكِ نُص ساعة. أمّا الأوضة دي أنا عملت الأوضة دي بس عشان أنا خاطر إن أنا باصوّر، قعدت معايا ساعة. يعني ده كلّه اللي أنا مسرّعة الفيديو عاملة له مونتاج ومسرّعة وحكايات كتيرة كده وحدوتة طويلة يعني، عشان خاطر يعني ال8 دقايق والّا ال7 دقايق دول ييجوا لكم بالمنظر ده. لإن زي ما قُلت لكم إن أنتِ سهل إن أنتِ تضبّطي في البيت بتاعِك أو يعني تكنسي أو تعملي أي حاجة في البيت، تغيّري فرش، ممكن تخلّصي البيت كلّه في نُص ساعة والّا في ربع ساعة، ما دام أنتِ ما بتصوّريش، يعني براحتك بقى وبتعملي كل حاجة براحتك وبسرعة وكلام من دوّة. أمّا إن أنتِ بتصوّري وتضبطي الكاميرا حاجات كتيرة وبتبقى صعبة. فده بس اللي بيخلّيني إن أنا أتأخّر عليكم في الفيديوهات يعني، بس إن شاء الله بإذن الله هاحاول على قد ما أقدر ما أتأخّرش عليكم في الفيديوهات. هنا كده غيّرت فرش السرير وكنست ومسحت وبعدين سِبت الأرض تنشف شوية، مش هافرش السجادة على طول، لازم الأرض تنشف شوية من المَيّة اللي عليها يعني. قُلت بالمرّة إن أنا ألمّع بقى الفرش كلّه وبعد وآخر حاجة أعملها إن أنا أجيب السجادة وأفرشها. زي ما أنتم شايفين كده لمّعت السرير ولمّعت الكومودينو وهالمّع دلوقتي الدولاب وهالمّع برضه السماعات وكده، يعني الحاجات لإن الفرش لون الفرش بتاعي دوّة أسمر، هو ظاهر معاكم يعني أكيد اللون بتاعه ظاهر، ما أعرفش شكله مش ظاهر أوي إن هو أسمر يعني، بس الفرش أسمر جدًا، 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 يعني الحتة اللي فيه الدهبي دي هي كاسرة لي اللون شوية، فبيلِم عفار جامد جدًا. بس برضه أول ما بتحطّي عليه فوطة والّا أي حاجة
يعني بيتمسح معاكِ بسهولة، مش بيعذّبِك في إنه ينضف معاكِ وكده، بس هو بيتعفّر بسرعة. وكمان الأوضة دي برضه على شارع، فيها بلكونة وفيها شباك، فعلى طول برضه ممكن بيخشّها أتربة كتير وكده، فالفرش مش زي الفرش الأبيض، الفرش الأبيض ما بي يعني مش بيتعبِك في يعني لو جِه عليه تراب ممكن ما يبانش، يعني ما يب مش بيبان معاكِ إلا بعد كام 3، 4 أيام لمّا أنتِ تحبّي إن أنتِ تمسحي أو كده، أمّا الفرش ده في يومه، يعني ممكن إن أنتِ تقعدي في الفرش اللي هو الأسمر دوّة أو البني بتاع أوضة النوم بتاعتي، كل ما تدخلي تكنسي الأوضة أو من غير ما تكنسي الأوضة والله، لو فتحتِ بس الأوضة بس يعني إيه، هوّيتيها كده بس، على طول تلاقي عليه عفار وبيبان عليه العفار بسرعة. هنا كده بقى هالمّع بقى السماعات هي كمان، يعني كل حاجة بقى هالمّعها في الأوضة، محتاجة إن هي تتلمّع هالمّعها في الأوضة. وآخر حاجة هاعملها هاجيب بقى السجادة كده زي ما أنتم شايفين الأرض كانت نشفت، ما ينفعش إن إحنا نمسح الأرض وبعدين نفرش السجادة على طول، لازم تسيبي المكان يتهوى شوية وبعد كده تفرشي. طبعًا كُلّنا شاطرين وكُلّنا بنعمل الحاجات دي وكُلّنا عارفين الحاجات دي، بس بيبقى في بنوتات يعني ما بتبقاش عارفة الحاجات دي وتفاصيل بتبقى صغيّرة، أنا كنت منّهم، يعني ما أعرفش تفاصيل حاجات صغيّرة، يعني زي مثلًا يعني أكنس الأول وبعد كده ألمّع، طيب أعمل مثلًا أمسح السيراميك وأسيبه شوية لمّا ينشف، ما ينفعش إن أنا أمسح وبعدين أفرش السجاد على طول، بتبقى حاجات صغيّرة أوي كده، بس برضه دي حاجات مفيدة إن إحنا نتعلّمها. ففي بنوتات لسه ما اتجوّزتش، في بنوتات متجوّزة ولسه مش عارفة، فأقل حاجة أنتِ بتستفادي منها في الفيديو مثلًا بتتشجّعي بيّا شوية، بيبقى وراكِ حاجة مثلًا وقاعدة مكسّلة ما عملتيهاش، فتقومي تتفرّجي على الفيديو بتاع الروتين دوّة وتقومي تعمليها. تتعلّمي حاجة بسيطة لو معلومة بسيطة بتتعلّميها، يعني مش إن أنا باعرّفكم ده بيتعمل إزاي ومش بيتعمل إزاي، لأ كُلّنا شاطرين وكُلّنا بنعرف نعمل كل حاجة، بس على الأقل حاجة هتطلعي إن شاء الله من الفيديو متعلّمة أقل حاجة، حاجات بسيطة تفيدِك، مثلًا أقل حاجة لو أنتِ يا ستّي متعلّمة كل الحاجات دي يعني مثلًا تقومي تتشجّعي، تشوفيني باشتغل باخلّص اللي ورايا، فتقولي إيه ده اشمعنى هي تخلّص وأنا لأ؟ فتقومي أنتِ كمان تتشجّعي وتخلّصي اللي وراكِ، وكلنا بنتعلّم من بعض. هنا كده كان عندي غسيل كالعادة ما بيخلصش أبدًا يعني، فده الدولاب ده زي ما أنا قُلت لكم لو كنتم قُدام معايا وتابعتوا الفيديو اللي قبل كده بتاع الأوضة الجديدة، أنا كنت مرتّبة فيه الهدوم بتاعة جوزي، بحيث إن أنا يعني أفضّي الأوضة بتاعتي شوية، أوضة النوم يعني الدولاب بتاعها وكده أفضّيها شوية عشان فيها حاجات بتبقى كتيرة، زي اللحفة والبطاطين والحاجات الكتيرة بتاعة الشتا دي. والدولاب دوّة كان فاضي، فقُلت أستغل. هنا كده بعد ما خلّصت ورتّبت الهدوم، هاعطّر بقى الأوضة، أنا باحب إن أنا أحُط المُعطِّر بتاعي أرُشّه على الفرش وعلى السجاد، لو عندي وَرْد، لو عندي مفرش، لو عندي حاجات من دي ما باحبش أرُشّه في الهوا. وهنا كده آخر حاجة بعد ما الأوضة خلّصتها ومسحت كل حاجة فيها ولمّعت كل حاجة فيها وبقت شكلها حلو، بتلمّع أهي، يا ريت لو وصلتوا معايا لآخر الفيديو ما تنسونيش من اللايك والكومنت الحلو عشان يشجّعني إن شاء الله إني أكمّل في القناة. وشيّروا لي الفيديو عند حبايبكم، صحابكم، عند أي حد بتعزّوني يا سيدي بتعزّوه يعني، ويالّا مع ألف سلامة ونتقابل إن شاء الله في فيديوهات أحلى وأجمل بإذن الله، يالّا مع السلامة.